انتوا عارفين ان اول رمضان صاموا المسلمين كان في السنة التانية للهجرة؟ ايه ده يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه كانوا في المدينة بقالهم حوالي سنة، وفجأة كده جالهم امر بالصيام في شهر شعبان في السنة التانية للهجرة. اهلا بيكم في قعدة كنبة مع نانسي العشري. طيب ليه ما صاموش في مكة؟ لأن في مكة المسلمين كانوا لسه تحت الاضطهاد والمطاردة، وما كانش فيه نظام حياة إسلامي مستقر. لكن في المدينة بقى عندهم دولة وقوانين، فنزل فرض الصيام كعبادة عظيمة لتنقية النفس والتقرب إلى الله. والعجيب إن في أول الأمر الصيام كان اختياري، اللي يقدر يصوم يصوم واللي ما يقدرش يدفع فدية، لحد ما ربنا فرض الصيام على الكل إلا اللي عنده عذر. طيب تعالوا نحكي الحكاية من الأول. السنة التانية للهجرة المسلمين كانوا في المدينة والدين بيكتمل خطوة بخطوة، وهنا نزلت آية فرض الصيام اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ودي الآية 183 في سورة البقرة. بس الصيام كان وقتها مختلف شوية، كان في اختيار، يا إما تصوم يا إما تفطر وتدفع فدية إطعام مسكين عن كل يوم. طيب تخيل بقى لو النظام ده كان لسه موجود لغاية دلوقتي، كام واحد كان هيقول هأكل مسكين ولا هصوم؟ وبعدها نزلت الآية اللي فرضت الصيام على الكل إلا اللي عنده عذر، اللي هي الآية 185 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهنا بقى الصيام بقى إلزامي على كل المسلمين القادرين. تخيلوا بقى كده يا جماعة لو كان الصيام لسه اختياري زي زمان، ناس كتير كانت هتقول معلش يا جماعة أنا هدفع الفدية وافطر. بس الحمد لله إنه فرض علشان ناخد الأجر ونحس بروحانية الشهر. وعشان نختم حلقتنا الصغيرة قوي دي، هنقول ان الصيام مر بمرحلتين وفي الاخر بقى زي ما احنا عارفينه دلوقتي. كل حاجة في الاسلام كانت بتيجي بالتدريج علشان القلوب والعقول تتقبلها بسهولة. وكده خلصنا حلقتنا، وكل سنة وانتم طيبين. استنوني الحلقة الجاية مع قعدة كنبة. سلام.